السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كتشوفوا اليوم فيديو جديد إن شاء الله. أنتم غنحضر معكم اليوم أملو بالكاوكاو. ها هو ساهل بثلاثة المكونات. انتم كما كتشوفوا، فتابعوا الفيديو للآخر إن شاء الله باش تشوفوا الطريقة سهلة وفي متناول الجميع إن شاء الله. صحي للوليدات. ها هو المقادير كي يعني الشكل الأخير هنايا. والقرقاع اختياري، انا بغيت نزيدو على حساب الوليدات، كنعطيه ليهم يفطروا به. هما وانتم تزيدوا المكون اللي بغيتو جنجلان، بغيتو اللوز، اي فاكهه بغيتو زيدوها معاه. انا بغيت نزيد القرقاع. ها هو عندي هنا كاس العسل وكاس الزيت البلديه. يعني على حسب كيف بغيتو املو ديالكم، بغيتوه خفيف ثقيل. هو كما شفتوا انا حمرت الكاوكاو وقشرته. انا اختاريت الكاوكاو الكبير. هو كما كتشوفوا نتوما الاختيار ديالكم. الكاوكاو بحال كما شفتوا نص كيلو عندي الكاوكاو. والقرقاع انا زدت داكشي اللي عندي موجود في الدار، زدته نزيدو عليه ان شاء الله. دابا نطحن هاد الكاوكاو وهاد القرقاع مع بعضياتهم ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما ان شاء الله غنطحن هاد الشيء كامل مع بعضياتهم. هانتوما كما شفتوا انا طحنت داكشي الكاوكاو والقرقاع مع بعضياتهم. هانتوما كما كتشوفوا طحنته مزيان. المهم غندير دابا هنا الزيت هو الاول، وفي الاخر نتوما كتشوفوا القوام واش بغيتيه خفيف ولا ثقيل. هانتوما كما كتشوفوا ديروا هنا الكاوكاو ونرجع معكم. هانتوما كما شفتوا انا كبيت الخليط ديالي كامل هنا. دابا غنطحنو على شكل عصير ونرجع معكم. هانتوما كما شفتوا انا بدلت الكاس، رديت طحنت في الهشوار لان ما جانيش الطحين في الكاس العصير، حتى غيرت الكاس الهشوار عاد طحن ليا. هانتوما كما كتشوفوا القوام كي داير ما شاء الله، تطحن مزيان ورجع لين. هانتوما وخفيف، وانتوما كتختاروا على حساب يعني اللي بغيتو يعني القوام اللي بغيتيه خفيف خليه خفيف، بغيتيه ثقيل كتخليه ثقيل. انا مع ذلك واخا جاني خليته هكا خفيف، باقا غنزيد له شويه الزيت البلديه باش يزيد شويه يخفف. ايوا هذا اللي كاين. هانتوما كما شفتوا دابا غنزيدو هاد العسل اللي عندنا هنا. هاد العسل هذا هو عندي منزل في القناه ديال الدار، اللي بغاه يدخل القناه ويشوفوا ما شاء الله مع بالاعشاب. يعني كنديرو انا للماكله ماشي الحلويات ولا شي حاجه، يعني كنديرو للماكله الفطور البغرير بزاف د الحاجات يجي ما شاء الله حتى هاد العسل. هانتوما كتحرك فيه حتى ينسجم العسل مع هذاك املو. المهم حاجه طبيعيه من الدار،
ماشي بحال تشريها من الزنقة ما تعرف اشنو فيها. هذا مصايب يعني في الدار، تعطي كتعرف اشنو تعطي لوليداتك، حاجة صحية. يعني فيه القرقاع، العسل تاع الدار، زيت البلدية. هانتوما كما كتشوفوا تحطوا لوليداتك في الفطور ولا الكودي، هو بالصحة والراحة. هانتوما كما كتشوفوا الشكل الاخر، هذا هو الشكل الاخر. تأملوا هانتوما ما شاء الله، جا غزال. هانتوما اللهم يعني الحاجة في الدار كتعرف اش كتعطي لوليداتك، هي طبيعية ما شاء الله. عارفين الفوائد، زيت الزيتون، الكاوكاو، القرقاع، العسل، يعني ضد الدار، عارفه اش فيه. هانتوما هذا هو الشكل الاخير. عطاتني هاد القرعه هذه عامره فيها ما شاء الله. هانتوما القرعه حتى هي ما شاء الله. اللهم بارك. كيكمل لي الفيديو ديالنا ان شاء الله الى فيديو اخر ودرس اخر ووصفة اخرى ان شاء الله. واقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.